اهدنا الصراط المستقيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وصحة فطوركم. دائما كنا ننبه وننوه ونهضر على بعض التصرفات اللا أخلاقية السلبية في المجتمعات بصفة عامة، وخاصة المجتمعات المسلمة. ولكن كاين بعض الظواهر حتى تكون صغيرة، بالمدة وبالتكرار وبالتعود وقلة النصيحة وقلة الردع رايح تتطور وتتفاقم إلى شيء أسوأ، يعني من السيء إلى الأسوأ. يعني احنا كننبهوا لبعض الامور ولا نهضروا في سيجي في الفيديوهات ونقولوا يا جماعه خليكم من هذه، يا جماعه خلوا هذه، يا جماعه هذه الحاجه راه مش مليحه، هذه الحاجه راه حرام، هذه الحاجه راه مكروهه. كاين ناس يقول لك ما كاين والو، وهذه نورمال، وهذه عادي غير انتم حابين تكبروا الموضوع، وهذه نورمال غير انتم متحسين، وهذه نورمال غير انتم حابين يعني ديروا سيجي، وهذه اصلا عادي، وهذه اصلا. هذا الامور اللي راك تقول انت عادي ونورمال وما كاين والو، فيما بعد راح يتطوروا ويوصلوا الامور واحده اخرى. انا ما عرف قديش نهار وفي أكثر من مناسبة نوه جماعة ونقول لكم يا جماعة أنا أشد كارهين للتصوير في المساجد أو الصلاة مهما كانت، إلا إذا كان إنسان حاب يعلم قد الناس. أما هذه تاع اللايفات في البثوث مباشرة في المساجد، وواحد يقرأ في القرآن، وواحد أنا صراحة أنا لا أحبذ هذا الشيء، مانيش عارف من قلبي ما نشتيش صراحة. إذا كان بث تلفزيوني ربما، أما أنه كل واحد فاتح لايف وطالقوا في المسجد والناس تتفرج فيه، والأئمة بين قوسين دايرين لايفات وطالقينهم، أنا بصراحة لا أحبذ هذا الأمر وأكرهه بشدة. فالناس عادوا شعل يديروا، عادوا درك ستيل، يعني تاع الناس كل دير في هذه اللقطة هذه تاع افتح الكاميرا وابدا صور. لحقت لدرجة أنه الناس تصلي وتقرأ في القرآن، والسيد كما شفتوا في بداية الفيديو يصور في السيد ويضحك. يعني انسان ربما هذا السيد اللي دار اللقطه دي ربما باين المخلوق شوي ناقص ولا تعبان مخلوق، ولكن اللوم على السيد اللي راه يصور وعلى السيد اللي حداه اللي قاعد يضحك. باش اذا كان السيد بان اللي حداه ذاك والثاني يضحك، يعني على بالهم. يعني شفتوا وين لحقت الوقاحه، شفتوا وين لحقت استهزاء بالدين، شفتوا وين لحقت يعني الاستهزاء بالصلاه، وحدود الله كيف راحته، وحدود الله كيف راهي تنتهك. يعني استهزاء يعني فاحش بالصلاه. لا احترام للدين، لا احترام للصلاة، لا احترام المقام، لا المساجد. ما المساجد يعني بنيت لذكر الله وللصلاة والتعبد والخشوع. شوفوا ايش عاد يديروا فيه، يعني من لقطة وزوج شفتوا كيفاش عاد يعني هذه تاع خلي برك وما كاين والو نورمال وعادي. شفتوا وين وصلنا؟ هذا اللي وصلنا عليه. فلذلك في بعض الأحيان كننبهوا الأمر يا جماعة ننبهوا لما سيحدث ما بعده، مش للأمر في حد ذاته. وها راه قدامكم شفتوا. وهذا الشيء كان فيديو كذلك تفرجت صباح يعني في حسابي على الفيسبوك، واحد الفيديو يعني اللي نكون نوريكم اللقطة فقط وتشوفوا بعينيكم. يعني ها هذه اللقطة. تفرجت واحد الفيديو كذلك، واحد الطفلة داخل المسجد مع صاحباتها وحاطة تليفون، وكأنها كشقولها ما باليش راح تحوس ولا ما باليش. يعني لماذا إذا كنت كتحطي فيديو ديري فوطو، ما باليش ربما فوطو ما عليهش، بصح اللي يجي داخل يدي التليفون معاه يبدا يدير في اللايفات، يبدا استغفر الله بين قوسين قريب وعود يديروا التحديات في وسط المسجد. يعني أين حرمة المساجد؟ يعني أنا نظن باللي كاين فئة من المجتمع بين قوسين لو كان ينحوا لهم التليفون وما يخلوهمش يدخلوا المسجد الأكبر هذاك، بالله المستعظم لا عاد يدور في المسجد. أقسم بالله لو كان ينحوا له التليفون والله لا عاد يدور. وذاك النهار واحد داير فيديو ويهضر على هذا الموضوع، قال يا جماعه شيء ذا تبرج وشيء هذا، واحد جايب نساه، واحد جايب مرته، واحد جايب خاتاته، واحد جايب بناته كيفاه راهم لابسين وداخلين المسجد هذا كانه كشقول صرح، ولا كانهم رايحين لتيمقاد ولا رايحين جميله ولا رايحين الوهرن ولا تونس ولا شيء. هذا راه مسجد، هذا مسجد بنيه لذكر الله، هذا المسجد بنيه للصلاه، هذا مش للتصوير، مش للايفات ومش للتحديات ومش. يعني احترموا المساجد، احترموا البيوت الله. يعني أنا نشوفه في ظواهر بدأت تنتشر راهي كارثة. يعني من العامين و3 سنين تشوف يعني ما تشيب له الولدان. سبحان الله. فجماعة اتقوا الله، نتمنى أنه حتى المساجد يمنعوا هذا الصور. اللي حاكم تليفون يصور ينحوه. شفتوا واش راه صاير في مكة كذلك؟ مكة المكرمة أصبحت شغل الناس اللي راهم رافدين تليفونات أكثر من اللي راهم يطوفوا. سبحان الله. وكل رافدة التليفونات تطوف. هاني في مكة، هاني دخلت، هاني نصلي، هاني نبكي، هاني من شعر. ما هذا الرياء؟ ما هذه الظواهر؟
يعني واحد ذاك نهار تفرجت له فايت 10 فيديوهات هو في مكة، هاني دخلت، هاني كليت، هاني خرجت، هاني مسحت، هاني صليت، هاني توضيت، هاني شي هذا، ما هذا؟ يعني خلوا شوية حاجة بينكم بين ربي سبحانه وتعالى، خلوا حاجة على الأقل تصدق شوية، تصدق بالك يتقبل ربي سبحانه وتعالى عنكم يعني. ربي يهدي ما خلق. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.